والله يا أخوان السادة بهالزمن مسؤوليتهم مضاعفة، مسؤوليته مضاعفة، لأن هو ابن الرسول، ابن الرسالة، يتحمل أكثر الناس زهداً. أما أنت أمامك اليوم عندنا الحرامية الكبار منين؟ مع كل أسف. ليش؟ نفس المرض ما صدام وقعتم به. صدام عنده بكل محافظة قصر. المن قبل أيام يقولون الرئيس الإيراني طرد النائب ماله. ليش؟ النائب ماله على نفقته الخاصة ماخذ زوجته ورايح المنطقة منجمدة. قال له احنا طبيعتنا بحكومتنا نعيش عيشة البسطاء الفقراء، عيشة بسيطة. انت بالعملة الصعبة واحنا بلد محاصر، رايح اطلع تعال عندنا طرقع غير شيء ما يشبه شيء. اخوان هسه ذيك عمامة وهاي عمامة نفس المدرسة، بس الجماهير تختلف. احنا عندنا الواقة واصلة للمريخ بس نهوس. عندك صور يعني اليوم رئيس الوزراء عندنا يقدر يطرد له مسؤول يقول له احنا بزمن العراق اولادنا ما معينين وما موظفين. راح للمدينة العمارة وزع ما ادري كم مسدس وكم موبايل وفد مبالغ طائلة. عمي هاي لغة صدامية. انتم من باب تقولون يجب حصر السلاح بيد الدولة، شلون توزع مسدسات؟ شعب يحاسب ماكو. والله قلتها اذا نشف النفط مالنا نبقى نعيش نصدر لواق نحطهم بقواطي. شنو السالفة؟ في زمن أنا عندي موظف ناس أمامك المعلم كاد المعلم أن يكون رسولا، راتبه 500 توصله وين؟ توزع مسدسات؟ هاي مو لغة صدامية، هاي توزع غذاء، وزع قطع أراضي للفقراء والمساكين، ابني مستشفى للسرطان. هاي الجنوب أكل السرطان أكل. والمن تنطي المسدس؟ لمن لا يحترمون الحياة. مرة تنطي مسدس الواحد يحترم الحياة، ذولا ما يحترمون الحياة برابرة. ما حد انتقد. ليش؟ احنا نحب العوجان، نحب الحرامية. والله إن وقفة أمام علي بن أبي طالب وعندنا كم خطيب خبرنا أهل العراق ادخلوا الجنة قبل العالم. وين؟ العالم كله بنا حضارة يحترم الحقوق إلا إحنا. على كل الفرق بين رئيس الجمهورية الإسلامية يعاقب المساعد ماله، قال له احنا بيا زمن ماخذ مرتك ورايح على حساب الخاص مو على حساب الدولة. قال له المفروض احنا بهاي الظروف نعيش حياة بسيطة. ايش وقت ننتج سياسي بهالمستوى؟ مع العلم الرئيس الإيراني ترى مو متشدد من دول الإصلاحيين اللي عنده منا ومنا. فساد عندنا واصل للقمة. المعمم مالنا فاسد، أبو حشر كم واحد خير. ده نسوي احنا هسه انا وياك انظلمنا. ليش؟ اولادنا ما لهم حق يعيشون حياه كريمه.